الاداء المميز جدا اللي عمله مصطفى مع النادي الاهلي في دوري الابطال يدفعه ان هو يكون طيب مين هيكون احسن نادي في افريقيا؟ عندك النادي الاهلي بطل دوري الابطال، وعندك الزمالك بطل الكونفدراليه وبطل السوبر الافريقي. حلو قوي. خلاص انت جاوبت. لا انا ماليش دعوه مين بقى. ما هو في الاخر مين؟ ما فرقه تاني نمشي واحده واحده اهي. فرقه واخده بطولتين وفرقه واخده بطوله واحده. تاخد اللي واخده بطوله ولا هتاخد اللي واخده بطولتين؟ بس اللي واخده بطوله واخده الاقوى، البطوله الاقوى. ما فيش حاجه اسمها والنبي يا كابتن خالد. انا بقول لك كده والله. والنبي يا كابتن ما فيش حاجه اسمها الاقوى والاضعف والكلام ده كله. دي بطوله ودي بطوله. ايوه بس دي اقوى. دي مؤهله لكاس العالم للانديه وفلوسها اكتر. دي بطوله. هو ثواني بس، لما جينا نحسب نادي القرن والسبعه اكبر من التسعه ماشي. احنا هتبقى الواحد اكبر من الاثنين. يعني فرقه واخده بطولتين. يعني انت بتعمل سبعه اكتر من سبعه، واحد اكتر من الاثنين. هي بالراحه بس. هي بالمنطق. لو بالمنطق يعني النهارده بس لو الزمالك واخد دوري الابطال والاهلي واخد الكونفدراليه والسوبر الافريقي، الاهلي من حقه ان هو ياخد افضل نادي في افريقيا. انا بص هتفق معاك في حاجه. هترجع لي بقى من 30 سنه. لا هتفق معاك في حاجه. زي ما حصل في نادي القرن ان التسعه انهي الاكبر، السبعه اكبر من التسعه، يبقى انت هتعملها لي دلوقتي بعد 30 يبقى سنه. الواحد اكتر من الاثنين بالظبط. طيب انا عايز اقول حاجه. انا عندي بطوله الاقوى اللي هي دوري الابطال، البطوله الاقل قوه الكونفدراليه، تمام؟ البطوله الاقل قوه اسمعني بس اكمل. البطوله الاقل قوه بتلعب مع البطوله الاقوى، الاثنين بيلعبوا مع بعض، تمام. الكسبان منهم يبقى هو البطل. ما هو بص، انا لما كتبت عنوان انت فهمت قصدي؟ البطوله الاقوى مع البطوله الاقل يلعبوا مع بعض، يبقى الاقوى يطلع. انا لما كتبت عنوان صحفي بعد كده كل الناس مشيت وراه ان الزمالك هو سيد اسياد افريقيا بعد حصوله على السوبر الافريقي. فاهمني؟ ليه؟ لان هو خد الكونفدراليه لاعب بطل إذن الابطال اللي هو سيد اسياد مصر. طبعا لانه خد الدوري والكاس. دوري والكاس وخد السوبر المصري. هو مش سيد اسياد مصر، هو سيد الكره المصريه. سيد تمام. الكره المصريه، وده انا كتبتها في البريمو وكتبتها على سيد ايه؟ الكره المصريه. يبقى انت سيد عبد الحفيظ صح. سيد ده انا شرف ليا. ده حبيبي. هو حبيبي برضه. بس عايز اروح بقى لاخر حاجه وعشان نختم. كولر ولا هوجو بروس، مين اللي هياخد احسن مدرب؟ بص هي مشكله ولا مدرب كوت ديفوار اللي خد كاس الامم. بص هي مشكله الاتحاد الافريقي ان هو بيعمل توازن، لكن اعتقد ان هو هيكون مدرب كوت ديفوار. مدرب كوت ديفوار طبعا اعتقد. يعني كل شيء بيتغير في الجوائز.